السلام عليكم. الحرائق في الساحل السوري لم يتم السيطرة عليها حتى الآن بشكل كامل بسبب قوة الرياح وانتشار الحرائق في مناطق متعددة. كما أعلنت وزارة الداخلية والدفاع المدني السوري، هناك بؤر لحرائق جديدة تشتعل كل ساعة أو ساعتين، وهذا يعني أن فلول النظام وقوات النظام المختبئة في جبال الساحل تقوم بإشعال الدواليب على الأعشاب الجافة والمناطق الجافة لاستمرار اشتعال هذه الحرائق في محاولة لإنهاك سوريا اقتصاديا وبشريا. أتت إليها مؤازرات من كل مناطق سوريا الحمد لله رب العالمين، حتى دول الجوار تركيا، الأردن، حتى من لبنان، حتى هناك فرق أوروبية تساعد في السيطرة على هذه الحرائق. وهذا العمل الذي يقوم به جنود الأسد البائد وأيتام الأسد وفلول النظام ليس غريبا، فبكل سوريا قاموا باقتلاع الأشجار، أشجار الزيتون، أشجار حتى أشجار الحمضيات، أشجار الفستق الحلبي. آلاف الأشجار تم قطعها وتحطيبها فقط من أجل إنهاك سوريا، وهذا ما عمل عليه نظام الأسد البائد، خاصة منذ انطلاق الثورة السورية حتى سقوط النظام. فهذا ليس بالجديد على هؤلاء المجرمين. هؤلاء المجرمون يفعلون ذلك لمحاولة إشغال الحكومة السورية الجديدة بملفات داخلية لشغلهم عن الملفات الأساسية الأمنية والسلم الأهلي والمصالحة الوطنية، أن تكون سوريا واحدة موحدة بكل مكونات الشعب السوري. هذا الشيء سيقوي إن شاء الله اللحمة الوطنية بين مكونات الشعب السوري، ولكشف وتعرية حقائق هؤلاء الذين يريدون الخراب لسوريا، وسوريا ستظل قوية وعظيمة إن شاء الله بأبنائها. السلام عليكم.